السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة الخير، مرحبا بكم في فيديو جديد. وأولا قبل كل شيء كنعتذر على الريح، كاين الريح الخوت هنا في طنجة. في الحقيقة الخوت ما نخبعش عليكم، الحاجة الوحيدة اللي ما كتعجبنيش هي في الشمال وكنكرهها هو هاد الشرقي بزاف الخوت، دائما فيه الشرقي. وسبحان الله العظيم هذا باش فاس كيتميز وكيعجبني عاوتاني فاس الجو ديالو معتدل، وقت الشرقي شرقي ووقت البرد برد ووقت الشتا شتا. هذا باش سبحان الله عاوتاني مدينة فاس كتعجبني. ولكن ماشي مشكل اخوتي، موضوعنا ماشي هو هذا. اليوم الخوت دابا غادي للبير باش غادي نسقي، باش غادي نصبن حويجاتي، وغادي نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش كنصبن انايا. في امكاني الخوت نديهم حتى للدار يتصبنوا ونعاود نجيبهم. شحال د الناس كيسولوني الخوت كيقولوا لي واش انت ساكن هنا، واش انت يعني هاد ما عندك ولاد، يعني كيشوفوني كنبارطاجي معاهم الحياه اليوميه ديالي هنا في المزرعه في الفيديوهات، كيحسبوا انا هنا كنسكن وما عنديش الاولاد. ما انا الخوت ما ساكنش هنا، انا ساكن في طنجه في المدينه وعندي وليداتي. وهاد الحياه اللي كتشوفوني كنعيشها انا دائما هكذا، واخا حتى في الدار الخوت كنطيب وكنصبان وكندير اي حاجه، حيت انا واحد الانسان تربيت في الجوله. انا واحد الانسان الخوت عسكري من الصغر ديالي وانا في الجوله، يعني ما كنعولش على مولين الدار ولا نعول على شي واحد ولا باش عاد يطيب ويعطيني ولا. يعني مولات الدار كتوجد لنا اي حاجه الله يجازيها بخير وكتقوم باي حاجه، ولكن حتى انا فيا داك البليه ديال الكوزينه وفيا داك البليه ديال الشقه وكنبغي نتحرك. هذاك الشيء باش دائما كتشوفوني كنبارطاجي معكم الحياه اليوميه ديالي. ودابا ان شاء الله بحول الله غادي نمشي للبير وغنعمر لميها الخوت وغادي نصبن، وغتشوفوا كيفاش كنصبن. يعني هذا الكلام اللي كنقول لكم غتعرفوه راه صحيح، الطريقه كيفاش كنصبان والطريقه كيفاش كنخرج الحوايج. هذاك الشيء هذاك راه ما كما كنقولوا راه يعني كيبين على ان الانسان مدوز الجوله. وهذا الفيديو هذا كنبغي نصيفط واحد الميساج للشباب، الشباب اللي طالعين جداد، كنبغي نقول لهم اوليداتي ما تبقاوش متسكين على والديكم، يعني ما تعولوش على والديكم 100%. دائما تبقى عول على والديك. علاش؟ واحد النهار هما معاك، واحد النهار ما غاديش يبقاو معاك. الموت والحياه في الدنيا، او ربما يكبروا او انت تكبر، يعني تبغي تستقل عليهم. لا بدا خصك تتعلم اي حاجه في هذه الحياه، تعلم تصبن، تعلم تطيب، تعلم تقرا، تعلم يعني اي حاجه تعلمتيها غتفيدك في هذه الحياه. تكون على يقين اي حاجه تعلمتيها راه لا بدا غيجي واحد الوقت اللي غتحتاجها وغترحمني عليها ان شاء الله بحول الله. هذا الفيديو هذا الخوت هذا هو الهدف منه، ماشي الهدف منه باش نوريكم كيفاش كندير نصبن او كنعرف نصبن، او الهدف منه باش ندير فيديو ولا شي حاجه. الهدف منه هو نوصل واحد الرساله، وهذه الرساله تكون مفيده لبعض الخوت، ونتمنى من الله الرساله تكون وصلت. ودابا كتشوفوني انا كنقاجج في السماء. علاش؟ هاد البلاصه اللي فيها البير فيها هاد المشوك بزاف الخوت، وفيها الطيور بزاف، وفيها الحنوشه، وفيها من كل هبه ودب. واخا فيها المخاطر كتعجبني، كنلقى فيها العصافير وخصوصا في العشيه كتبقى تسمع واحد الاصوات زوينه. ايوا المهم الخوت دابا غادي نعمر من البير، كنظن راه كتعرفوه، راه دائما كنبارطاجي معكم في الفيديوهات. هو هذا الاخوان دابا راه بدا كيخوى. وبالمناسبه هذا البير هذا الخوت حنا ما كنشربوش منه، هذا البير كنسقيو منه غير الغرس، ولا كان شي تصبان ولا شي حاجه كنستعملوه. اما باش نشربوا منه ولا نطيبوا منه ولا شي حاجه ما كنستعملوش. المهم خليكم مع الفيديو الخوت وتبعوا حتى اللافان وتفاعلوا معاه وديروا جيم واشتركوا في القناه. دابا التصبانه الاخوان ولا غير الماكينه مبقاش اليد. الله يسمح لنا من الوالدين مساكن وصافي، الوالدين هما اللي تعذبوا معنا. اما بنات اليوم صافي كتزولها وترميها في الماكينه. ها انتوما شوفوا الكول بحال داير له جافي ومازال. شفتوا كيفاش كان كحل وكيفاش ولا، ومازال غيولي بحال الحليب.
واحد الوقت الاخوان غادي نعاودكم واحد القصه، وهاد القصه وقعت لي وقيله في 93 ولا 94. غادي نعاودها لكم غتضحكوا عليا. كنت كنسكن في سلا في دار القرع، كنت كاري تما انا واحد السيد وكنت صغير مازال ما كنعرفش. واحد النهار بغيت نصبن حوايجي، وفي غادي نمشي نصبنهم كنجمعهم نهار الأحد وكنديهم للبحر، وصبنتهم في البحر. ديت معايا تيد ونزلتها مع الحجره وبقيت كنجبد الماء من البحر وكنزطم عليهم، وما كنعرفش كيحسبني راه كيصبنوا في البحر. المهم بقيت كنصبنهم حتى قد تصبنوا ولاو مزيانين وعصرتهم وجبتهم للبيت نشرتهم. شنو هي النتيجه الخوت؟ ضربوا واحد السيمانه ولا هذا وسالوا كيتقطعوا رشاو، وبديت كنعاودها للناس بداو كيضحكوا عليا كيقولوا لي هذه راه ما عمر شي واحد دارها في التاريخ حتى درتيها انت. قلت لهم انا درتها بعدا وما عمرها غتنسالي. دابا انا عاودتها لكم اليوم وما عمرها غتنسالي فعلا. الانسان الخوت باش كيدوز شي حاجه في هذه الحياه مزيانه ولا عيانه راه كيستافد منها الا كان عنده العقل. دابا الاخوان كما قلت لكم انا هادو يمكن لي نديهم للدار ويتصبنوا وكذا، ولكن علاش غنديهم حتى للدار ونعبد معايا اخرين؟ انا واحد الراجل كنعشق التحديات. انا الاخوان رجل المصاعب، رجل التحديات. كنبغي اي حاجه نعرف لها واي حاجه نصوبها. ها انتم الاخوان، هادي راه صفا. علاش انا غسلت هاد الطبيله هادي؟ باش منين نصب الحوايج وننزلهم عليها ما يتوسخوش. هاد الماء هذا ما غاديش نضيعو، غادي غندوز فيه هذا عاوتاني وعاد نرشو في الارض باش تبرد. اي حاجه الخوت ما خصهاش تضيع، اي حاجه اللي ممكن تستغل خاصكم تستغلوها يعني في هاد الحياه. حتى انا ملي كنكون لابس الحوايج خصوصا الحوايج البيض يعني كنحاول ما امكن نحافظ عليهم، ما نطيحش عليهم شي حاجه اللي ما غاديش تزول. الانسان الخوت هو اللي خصو يكون حربي. دابا غادي نقلب هاد السوفيط. اليوم الخوت انا كنت غنمشي للبحر، ولكن الريح تمشي للبحر والريح ما هنا في البحيره. هذا راه غير الشوط الاول، هذا مازال 12 متر. هذا غنمشي ليه. النتيجة النهائية الإخوان، أنا ريحة ما شاء الله. أنا الإخوان
هانتوما الاخوان مازالو دوزيام ميطا. وغادي نخرجهم برا الشباك غنشرهم، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش نشرتهم. غنشرهم غير بواحد الطريقه بدائيه، ما غنديرها بكابط ولا مخزن. غنشرهم على الطريقه القديمه، الا غنشرو على السدره غنشرو، ولا غنعلقو على الكايزه غنعلقوه. المهم هي يتنشرو ويلبسو نقيين. هانتوما الاخوان، ها السوفيط منشرتها على الباب، والقميجه ها هي على الكرياجيه والسروال. ودابا خصني يلبسو دابا الاخوان باش غادي نمشي لطنجة. خصني ندخلهم ونطويهم ونخبعهم.